فستان وتجيلي نتجوز احنا الاتنين. فانسى اللي انت ليك بنت، وكفاية عليك اللي حصل قدام المعازيم وقبلك. في البداية كده محتاج من حضراتكم 3 دقايق تركزوا معايا في الفيديو اللي جاي ده، عشان لا قدر الله لو حد قريب ليك او جار حتى حصل له القصة دي تنصحه يتعامل معاها ازاي. النهاردة قصة العروسة اللي هربت من الزفة عشان تروح لعشيقها. النهاردة هنعرف القصة الغريبة والعجيبة وبالفيديو اللي فيها، وازاي تركبوا الاتنين على بعض كده. هو ده اللي هنقوله لحضراتكم، وبداية قصتنا من عند ولاء اللي عندها 21 سنة. بس عشان نفهم بداية القصة او ازاي هي ليلة فرحها، مش ليلة، هو اثناء فرحها هربت من الفرح قدام المعازيم وسابت عريسها وتروح لعشيقها. ايه اللي حصل او ايه اللي خلاها تعمل كده؟ محتاجين نرجع 4 سنين ورا، لما كان تقريبا سنها 17 ونص تقريبا كده يعني. في الوقت ده دخلت في علاقة عاطفية مع شاب اسمه مصطفى، كان عنده 22 سنة. هما الاتنين علاقتهم العاطفية اتطورت بسرعة، وخصوصا مع غياب الأب. أصل والد ولاء شغال في السعودية، أما والدتها شغالة مش عارفين شغلانة مظبوطة ليها، عشان شوية تقول تجرة شوية تقول سمسارة. المهم اللي سايبة ولاء هي وباقي اخواتها، ومع انفصال الاب والام، والاب اصلا مقيم في السعودية وشغال هناك، يا دوبك اخره على عياله يسأل عليهم بالتليفون. فولاء طول اليوم فاضية، ما وراش حاجة، ما وراهاش غير التليفون مع حبيبها. حتى دروسها ما بقتش تسأل فيها، بالرغم اللي في الفترة دي كانت في ثانوية عامة. من هنا هتجري بينا الأيام، والعلاقة العاطفية مع مصطفى تتحول لعلاقة ممكن نقول علاقة عشاق، نمشيها كده عشان الكلام يبقى لطيف. بقى هما الاتنين متجوزين من غير ورق، من غير شهود، من غير حاجة. بقت تروح له، وفي نهار رمضان بقت تعمل كل حاجة غلط وهم صايمين وعادي، لحد قبل نهاية رمضان بأسبوع الأب يرجع من السعودية عايز يشوف بنته ويضمها لحضنه، يتفاجئ بكلام من طليقته إن بنته ما بقتش بنته في علاقة مع شاب، والشاب ده حاله مش مظبوط ومش هينفع يكتب عليها، ومش هيديله فرصة اللي هو يكتب عليها عشان طمعان في فلوسك، عشان عارف اللي انت قاعد في السعودية. ده كان كلامهم ولاء لأبو ولاء، بالرغم اللي هم متطلقين، خايفة على مصلحته وعلى فلوسه. أصل فلوسه دي في النهاية هتبقى فلوس عيالها. هنا الأب بدل ما يروح لمصطفى ويجيب أبو مصطفى من إيده، لا، راح على اسم الشرطة عمل محضر. أصل بنته في الوقت ده كانت قاصر، ما كملتش 18 سنة، ومن هنا القانون بيبقى في صفها. وهنا راح وعمل محضر باللي أنا حكيته لحضراتكم. المحضر مشي وراح للنيابة، جابوا البي اللي اسمه مصطفى. طبعا هو كان شايف او ماشي بمبدأ في حياته اللي عنده معزة يلمها، طالما انا بعمل كده برضا البنت يبقى ما حدش ليه عندي حاجة. قعد قدام وكيل النيابة، دي صاحبتي، ما بينا علاقة عاطفية، بعمل كده بقالي 2 معاها، وخر على كل حاجة. وهي قالت نفس الكلام، وسبحان الله بالمواعيد كانوا بيقولوا بيتقابلوا فين وبكام وبيعملوا ايه. من هنا سريعا البي يتحبس ويدخل في قضية لبس فيها 3 سنين سجن. 3 سنين عشان هي في الوضع من وجهة نظر القانون هي لسه قاصر تحت سن 18 سنة. عيب انت اللي لعبت بيها وخليتها تفرط في اغلى ما ليها وتستاهل الحبس. هنا اهل مصطفى حاولوا يروحوا لابو ولاء يحلوا معاه، هنجوز الولد والبنت، ما خلاص، ما هو ابننا لوحده مش هو اللي غلط، واحنا بنقول عايزين نستر على بنتكم. لكن ابو ولاء خدها وطلع على السعودية هيربي بنته من جديد. ما هو شاف انا طول السنين دي قاعد في السعودية، وفي الاخر الشقة وعيالي هما الاتنين بيضيعوا. وتمر بينا الايام والبنت تقعد معاه في السعودية، ويجي ميعاد نزولها عشان دراستها. ما كانت في الفترة ديت التحقت باحد الكليات المصرية، نزلها على ميعاد دراستها او على ميعاد امتحاناتها بمعنى اصح. وفضلت الايام تمشي، والمفروض اللي نسيت العشيق القديم اللي اسمه مصطفى. الايام تجري بينا اكتر، ومصطفى يقضي 3 سنين وهي تبقى خلاص قدام عين اهلها. موضوع واتقفل وقصة واتقفلت، بس هي مش بنت بنوت. عشان كده ابوها
يشوف ابن صاحبه اللي شغال معاه في السعودية يقول له الوضع، وانا بنتي اتضحك عليها واللي ضحك عليها بيتعاقب في القانون المصري، لكن ما قالش ان بنته بتحب الولد اللي اسمه مصطفى. ما قالش الحقيقة، قال نص الحقيقة، النص اللي الولد بيتعاقب، لكن ما قالش اللي بنته بمزاجها عملت كده. وعشان كده البنت كانت رافضة الجوازة. اصل في الفترة ديت كانت عرفت ان مصطفى خلاص فاضل له 2-3 ويطلع من السجن. هنا ابتدت تشتاق للحبيب، وفعلا 2-3 جريوا بسرعة، وعلى طول تتقابل مع العشيق مرة تانية. ما هي قاعدة في مصر عشان امتحانات الكلية بتاعتها، وهي والعشيق اللي كان زعلان ينفع اللي ابوك عمله فيا، لكن بالحب والمرضية كل حاجة بترجع لمجاريها، وهما الاتنين رجعوا اكتر من الاول. اصل هو ما بقاش قلقان ولا خايف، ما هو سنها دلوقتي وصل لل21 سنة، يعني قادرة تعمل اي حاجة هي عايزاها. فمصطفى حب ينتقم من ابو ولاء. ينتقم منه ازاي؟ ينتقم منه ازاي على السنين اللي قعدها له جوه السجن؟ مفيش احسن من اللي هو يخلي ولاء توافق على العريس ولحد ليلة الفرح وتلبس فستان الفرح، ويقول لها اهربي بالفستان وتجيلي نتجوز احنا الاتنين. تخيلوا، هي ممكن تعمل كده؟ لا مستحيل. هي هتوافق وتمشي في الموضوع لحد ما تكون لابسه الفستان وتهرب من الفرح؟ حصل والموضوع مشي بالمسطرة زي ما كان مصطفى رسمه. مصطفى جهز كل حاجة، قال لها هتهربي فين وهتهربي ازاي، وهربت وقدرت تجيله وصورها فيديو هي في حضنه، وبعت الفيديو لابوها قال له دي بنتك اللي انت حبستني عشانها. اقول لك على اكتر من ده كله، هو فرحها دلوقتي والمعازيم عرفوا اللي هي هربت وعريسها عرف اللي هي هربت. انا هقول لك انا هبيتها معايا اكراما ليك، لكن بعد كده مش هتشوفها تاني. اصل لو هي رجعت لك انا عارف ومتأكد اللي انت هتموتها، فانسى اللي انت ليك بنت، وكفاية عليك اللي حصل قدام المعازيم واهلك. دي كانت حكاية وقصة أغرب من الخيال اتبعتت لي. منين؟ توقعوا مين اللي بعتها؟ مصطفى نفسه اللي بعتها. مصطفى حس بالذنب بعد ما عمل الموال ده كله، عشان بيقول أنا فقت متأخر، فقت اللي أنا حياتي ما بقتش حياة، فقت لما أنا كتبت عليها عرفي واهلي فضلوا يعايروني ويقولوا لي مش دي اللي دخلتك السجن، ودي اللي علشانها خسرت مستقبلك وعمرك وقعدت 3 سنين. فانا ما بقتش طايقها فطردتها من البيت ومعرفش عنها حاجة، ولحد النهاردة انا حاسس بالذنب. دمرت حياتها وهي دمرت حياتي. كل حاجة غلط في غلط كان اساسه الحرام، وكان اساسه اللي ابوها مرضاش يستر علينا. دي كانت رسالة مصطفى بيقول لي حاول تقولها للناس، حاول تخلي كل أب وأم يقربوا من بنتهم، حاول تعلم الناس يعالجوا الأمور مش يبوظوها. وبالصدفة لقيت الفيديو بتاع البنت اللي على التيك توك اللي بتعمل سيشن وبتهزر وعاملة نفسها بتهرب. لقيت اللي التركيبة بقت لايقة قوي على قصة مصطفى وولاء. قصة مستني حضراتكم تقولوا يا ترى الأب كان عالجها من البداية ازاي؟ يا ترى الأم اللي عملت كده وبقت زي الحية اللي بخت سمها؟ يا ترى مين اللي غلطان ومين اللي دفع الضريبة؟ أشوفكم على ألف خير. السلام عليكم.